أهلا بيكم. كلنا عندنا حاجات عايزين نغيرها في حياتنا، بس عارفين إن التغيير الحقيقي ده صعب. في تحليلنا ده هندخل جوه علم التغيير نفسه، ونشوف إزاي المتخصصين بيستخدموا استراتيجيات علمية دقيقة عشان يساعدوا الناس يحققوا التحول المطلوب. وده يمكن السؤال اللي كلنا بنسأله لنفسنا في وقت من الأوقات. إزاي أكسر نمط سلبي أنا ماشي فيه، سواء كانت عادة مش كويسة أو طريقة تفكير معطلاني؟ الحقيقة إن الموضوع مش بالسهولة اللي نتخيلها، والتغيير الفعال محتاج أكتر من مجرد قوة إرادة أو نصيحة بنسمعها وخلاص. وهنا بقى بيجي دور مفهوم مهم قوي اسمه التدخل المهني. مهم نعرف إن دي مش مجرد نصايح عشوائية، لأ، دي خطة عمل علمية ومترتبة، ليها خطوات وأسس واضحة هدفها تحل المشكلة من جذورها بشكل فعال ومستمر. وزي ما واضح قدامنا، العملية دي ليها 6 مراحل منطقية. بنبدأ بالتقدير عشان نفهم أبعاد المشكلة، بعدين التخطيط للحل، وبعدها خطوة التدخل الفعلية، ويجي بعدها التقييم عشان نشوف اللي عملناه جاب نتيجة ولا لأ، ثم الإنهاء، وأخيرا المتابعة عشان نضمن إن التغيير ده يفضل مستمر. تحليلنا النهاردة هيركز على الكلب العملية دي كلها، خطوة التدخل نفسها، وإيه هي الأدوات اللي بيستخدمها المتخصصين. طيب، جوه خطوة التدخل دي بقى هنلاقي نفسنا قدام فلسفتين أو منهجين أساسيين عشان نعمل التغيير. كل واحد فيهم بيبص للمشكلة من زاوية مختلفة تماماً عن التاني. النموذجين دول هما النموذج المعرفي والنموذج السلوكي. اللي يهمنا نفهمه إن كل نموذج فيهم له فلسفة مختلفة جذرياً. واحد بيقول المشكلة في دماغنا، في أفكارنا، والتاني بيقول لأ، المشكلة في أفعالنا وتصرفاتنا. وطبعاً ده بيغير طريقة الحل تماماً. الصراع الجوهري هو ده، نغير اللي جوه العقل الأول ولا اللي بنعمله في الواقع. المدرسة المعرفية بتقول إن أفكارنا هي المحرك الأساسي لكل حاجة، لو غيرت الفكرة كل حاجة تانية هتتغير. أما المدرسة السلوكية فبترد وتقول لأ، المشكلة في السلوك نفسه اللي اتعلمناه وبنكرره، ومحتاجين ببساطة نتعلم سلوك جديد بداله. طيب خلينا نبدأ بالمنهج الأول، النموذج المعرفي، اللي بيشوف إن مفتاح التغيير كله موجود في قوة الأفكار اللي جوه دماغنا. المقولة دي للعالم ألبرت إليس بتلخص الفلسفة كلها ببساطة. يعني لو اتنين تعرضوا لنفس الموقف بالظبط، مثلا اترفضوا في مقابلة شغل، مشاعرهم ورد فعلهم ممكن تكون مختلفة تماما. ليه؟ لأن اللي بيحدد شعورنا مش الحدث نفسه، لكن الحوار اللي بيدور جوه دماغنا عن الحدث ده. والآلية الأساسية هنا هي حاجة اسمها الحديث مع الذات أو السلف توك. ده عامل زي المعلق الداخلي اللي في دماغنا، شغال 24 ساعة بيحلل ويفسر ويحكم على كل حاجة بتحصل حوالينا. والمشكلة إن في أوقات كتير الحوار ده بيحصل بشكل تلقائي من غير ما ناخد بالنا منه. فالفكرة الأساسية في النموذج ده، زي ما المصدر بيوضح، هي إن المشاكل بتبدأ لما يحصل تعارض بين أفكارنا عن الواقع والواقع نفسه. يعني لما نكون متوقعين حاجة والعالم يدينا حاجة تانية خالص. وبما إن تغيير الواقع الخارجي ده شيء صعب، فالحل الأسهل والأكثر فعالية هو إننا نعدل أفكارنا وتوقعاتنا الداخلية. طيب الأخصائي بيعمل إيه عشان يساعد في تغيير الأفكار دي؟ بيستخدم مجموعة أدوات. ممكن يناقش الشخص في أفكاره بمنطق، أو يشجعه، أو يساعده يشوف الموقف من زاوية مختلفة. وأحياناً بيستخدم أسلوب المواجهة اللطيفة، وبيوضح له بصراحة إزاي أفكاره دي ممكن تكون مش واقعية وبتسبب له المشاكل دي. ودلوقتي خلينا نروح للمنهج التاني ونشوف إزاي الموضوع مختلف تماماً. هنا التركيز مش على اللي جوه الدماغ خالص، التركيز كله على اللي بنعمله. النموذج السلوكي بيقلب الطاولة تماماً. هنا المشكلة مش أفكار معقدة أو صراعات من الطفولة، الموضوع أبسط من كده بكتير. المشكلة هي مجرد سلوك غلط اتعلمناه مع الوقت، زي ما بنتعلم أي عادة، وبالتالي زي ما اتعلمناه نقدر نتعلم عكسه أو نتعلم سلوك تاني جديد. ودي نقطة عبقرية في فلسفة المنهج ده. الأخصائي هنا مش بيهتم بتاريخ المشكلة أو أسبابها العميقة، وبيركز على السلوك اللي بيحصل دلوقتي، اللي نقدر نلاحظه ونقيسه. الماضي مش مهم، المهم هو الحاضر. طيب، إيه هي الأدوات اللي في صندوق عدة النموذج السلوكي؟ هما مفهومين أساسيين، ولو فهمنا الفرق بينهم صح هنفهم كل حاجة: التعزيز والعقاب. ركزوا معايا كويس في الجدول ده لأنه بيلخص كل حاجة. عندنا مفهومين رئيسيين: التعزيز والعقاب. الهدف من التعزيز دايما هو تقوية السلوك، يعني نخليه يزيد. أما الهدف من العقاب هو إضعاف السلوك، يعني نخليه يقل. طيب نبص على خانة الإجراء. كلمة إيجابي هنا معناها إننا بنضيف حاجة، وكلمة سلبي معناها إننا بنشيل حاجة. فلما نقول تعزيز إيجابي يبقى بنضيف حاجة حلوة عشان نقوي السلوك، ولما نقول عقاب سلبي يبقى بنشيل حاجة حلوة عشان نضعف السلوك، وهكذا.
النقطة اللي بتلخبط معظم الناس هي الفرق بين التعزيز السلبي والعقاب. مهم قوي نعرف إن التعزيز السلبي ده مش عقاب، بالعكس تماما، هو نوع من المكافأة. أنا بقوي سلوك مرغوب فيه عن طريق إني بشيل حاجة الشخص مش بيحبها. المثال المشهور الأم اللي تقول لابنها لو عملت الواجب مش هتغسل المواعين النهاردة، هي كده شالت مهمة هو بيكرهها كمكافأة، وده بيقوي سلوك عمل الواجب. العقاب على الناحية التانية هدفه دايما إنه يضعف السلوك. والمعززات الإيجابية نفسها ليها أشكال مختلفة. ممكن تكون حاجة مادية ملموسة زي هدية، أو ممكن تكون مجرد تقدير اجتماعي زي ابتسامة أو كلمة برافو، وممكن كمان تكون حاجة رمزية زي نجمة في الكراسة بتدي إحساس بالإنجاز. وفي قاعدة ذهبية في النموذج ده وهي التوقيت. عشان التعزيز أو العقاب يكون فعال لازم يتم تطبيقه فوراً بعد السلوك مباشرة. لو استنينا شوية التأثير بيروح والمخ مش بيربط بين الفعل والنتيجة بتاعته. طيب بعد ما استعرضنا المدرستين دول، مدرسة غير أفكارك ومدرسة غير أفعالك، بنوصل للسؤال الأهم: نبدأ منين؟ هل الأفضل نشتغل على الحوار الداخلي والمعتقدات الأول، ولا نركز على تغيير العادات والسلوكيات اللي بنعملها بشكل مباشر؟ والإجابة اللي المتخصصين بيميلوا ليها هي إن مفيش إجابة واحدة صح. الأمر بيعتمد على طبيعة المشكلة والشخص نفسه. الأخصائي الشاطر بيعتبر النموذجين دول أدوات في صندوق عدته، وبيستخدم الأداة المناسبة في الوقت المناسب. والأقوى دايما هو الدمج بينهم، لأن في النهاية أفكارنا بتأثر على سلوكنا، وسلوكنا بيرجع يأثر على أفكارنا. وفي النهاية السؤال ده بيرجع لكل شخص بيفكر في التغيير. لو في شيء معين في الحياة محتاج يتغير، تفتكروا نقطة البداية الأنسب ليه هتكون من جوه بتغيير فكرة، ولا من بره بتغيير فعل؟ الإجابة ممكن تختلف من شخص للتاني ومن وقت للتاني. فكروا فيها.